السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طبخة الخضار بالبخار. هذا هو جهاز البخار. هذا الجهاز يعني أنصحكم به لأصحاب السكر اللي يعانون من ارتفاع الضغط، اللي عندهم الدهون الزايدة. هذا الجهاز يفيد. هذا الجهاز شلون شغلته؟ أول شي نترسى مي منه، هو بعدة طبقات. هنا نخلي الخضروات أو التمن، انتم تردونه بصدر الدجاج تسوون، تردون بالسمك حسب. انا اليوم راح اسويه بالسلمون. تصير بيه هاي السلات، هاي تصير بيه. بسم الله. هالشكل هذا تتركب السلة هالشكل هذا ويصير هيك بالضبط. بس خلينا اول نعبيه مي. نقول بسم الله، نجيب المي مالتنا. هاي هنا بدينا نعبي المي. هذا مكان تعبات المي. هسه اخلي هاي هنا، نخلي اول طبقة. هاي هي الاول طبقة تصير. نقول بسم الله. هاي قاعد عندنا هنا احنا الخضروات، انا مقطعتهن وغاسلتهن. هسه ابدي اخليهن البهارات مالتي. هاي الخضروات جاهزة. البهارات مالتي هي خاشوقة شاي كاري، نص خاشوقة شاي فلفل اسود، ونص خاشوقة شاي كزبرة، ونص خاشوقة شاي او ربع تقريبا خاشوقة شاي فلفل حار. هاي هي البهارات. نخليها نضيفها على الخضروات اذا واضحة، ونخلي عليها الملح تقريبا خاشوقتكم. هسه نبدأ نقلبهم كلهم سوا، وبعدين نخليهم بالجهاز. قرنابيط شوية قوي يتحمل بالبداية. هسه هنا راح اضيفه السلمون عنده هذا، نضيفه هنا حتى يعطي نكهة وطعم. همتين نضيفه هنا على مود النكهة. هسه نجيب السلة الثانية نخليها بهالشكل هذا. السلة الأخيرة اللي هي هاي تكون هنا. راح أضيف التمن أنا غاسلته، راح أخلي عليه شوي ملح وأخليه. اللي يحب يضيف رشة زيت براحته، ما يحب يضيف هيك هالشكل هذا صحي بعد يكون أفضل. يعني أصلا المريض ممنوع من الزيت نهائيا. هاي هنا للتمن أضيف قليل من المي، شوي من المي عليه. عندي المي هنا حتى يكون يلوح البخار. وهاي الخضروات أنا خليتها. نقول بسم الله، نركبها نقعدها عدل حتى شنو الخضروات تقعد عدل. هسه تمام، بس نضبط الوقت. انا اريد على 30 دقيقة. هسه اضبط الوقت 30. ندوس هنا. هسه تمام، اشتغل عندنا الجهاز. هسه ننتظره لحد لما يطلع البخار وتشوفونه، انتظرونا. وهاي هنا بدأ الوقت ينقص. هسه صار 24 دقيقة. وهاي تشوفون البخار مالته شلون الدخان مالته يطلع البخار. هسه كل الخضروات تستوي بهذا البخار مثل ما تشوفون. والله انصح بهذا الجهاز اللي يعانون من الدهون الزايدة بالجسم، كلش مفيد. وان شاء الله تكمل النتيجة وتشوفونه. وانتم حسب يعني الوقت يبقى عليكم. مثل خضروات تردون مستوية زايد، تردونها قليل، الوقت انتم تتحكمون به. هاي هنا بقت له 15 دقيقة. هنا عندكم شوفوا هنا كاتبين بأن إذا فواكه من 12 دقيقة إلى 20. إذا أعتقد بيض أو كذا من 8 دقائق إلى 12 دقيقة. إيه بيض. هنا شلون نقول النودل من
هماتين من 8 دقائق الى 12 دقيقة. واضح؟ لو ما واضح والله كنا ما واضح. ندور شوي هيك. الدجاج من 15 دقيقة الى 35 دقيقة. السمك من 10 دقائق الى 28 دقيقة. هنا عندنا الخضروات وي اللحم من 12 دقيقة الى 48 دقيقة. يعني هنا مكتوب عندكم الوقت شنو تخلون، مثلا اي شي تخلونه من الموجود الوقت مالته موجود هنا، تسوون الوقت حسب شنو انتم مخلين بالجهاز. الوقت هنا يضبط. هسه هي بدت الوقت ينقص، راح يخلص الوقت مالتها تقريبا بعد 14 دقيقة وخلص ويطفى الجهاز. شوف شلون جاي ثور. هاي العلبة البيضة اللي تخلى بيها المي هاي، وبعدين تجي هاي السوداء فوقها، هذا كغطاء عن المي، وذني اللي يتخلى بيهن الخضروات. وهنا الوقت، هنا التشغيل. وش مخلين من الموجود هنا بالصورة، هو حسب الموجود بالصورة تخلون الوقت. هذا هو الجهاز بدأ، قصدي الخضروات بدأت تخلص. هاي هنا بدأ الوقت بعد خلص، يعني تقريبا دقيقة وشوية. هسه بدأ العد التنازلي هنا، مثل ما قلت الحاب يضيف صدر دجاج او دجاج افخاذ، يعني حسب سمك هماتين يصير، هو الموجود بالصورة يصير. ها سمعين صوت او تسمع الصوت، يبقى الجهاز يدق بهالشكل هذا. خلصنا هاي منا اطفيه. ها خلاص بسم الله. هاي اول وحدة خليت بيها التمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟ مو واضح يمكن. هاي اول وحدة خليت بيها التمن. شوف التمن شلون صاير. خلينا حتى ما يحتاج ترى تخلون مي على التمن فوق، بس انا هيك اخلي شوية رشة خفيفة احتياط. اقول عمود يستوي، خاف ما يوصل بخار او شي، حتى اقدر اخليه على اول طبقة مو مشكلة. تجي هنا مالت الخضروات، هي طبقتين خضروات عندي. هاي طبقة مالت الخضروات شو ما شاء الله مستوي. وهذا هماتين اللاكس نشيله خليه هنا. شكل هنشوف شنو الخضروات المستوية. والوقت مثل ما قلت تردونه اكثر تردونه اقل حسب انتم شلون تردون الوقت. هاي البروكلي كله زين ما ممرود، يعني اذا خليتوا وقت زايد الخضروات تنمرد تصير مي. هاي القرنابيط همات ما خليت هنا قرنابيط لولا. العكس بعدين افرخها. هسه نرجع هنا وين نرجع على الجهاز. الجهاز شوفوا هنا تعبون المي، مو بهاي السوداء، هاي تعبات المي هنا، وهو يرتفع هنا من كثر ما يفور، يرتفع هنا من هاي الفتحات، والبخار يصعد لي فوق، يعني هاي تبقى فارغة ما بها مي. ابو محمد يشوف لنا الخضروات. قول بسم الله. هاي مستويات شوفوا. اي هذا السمك اللاكس، اللاكس السلمون والتمن مستوي. يصير هالشكل. الخضروات هم بالضبط هم مستوي. عاشت ايدي. الف عافية. يعني ضقت العافية.
وهاي هي طريقة جهاز البخار بهالشكل. هذا ينسلق مثل ما قلت على الوقت تردونه انتم، وعلى الخضروات تخلونها او اللحوم موجود بالصورة ايش قد الوقت وش قد شو اسمه. ابو محمد كله قرنا بيض، او هذا هو شكله النهاء. وهذا التمن صاير نثري يخبل كلش حلو. وسهمنا وسهمكم العافية. انا نزلت هاي الوصفة اللي اصحاب السكر يسوون دايت، اهل الضغط، اهل الدهون، اي الناس الكبار بالعمر، هاي الوصفة تفيدهم. والما موجود عنده هذا الجهاز وما متوفر مو شرط، جذر عادي تخلون بيه مي وتخلون بيه مصفي، وتخلون الخضرات بحيث المصفى مو يدخل بداخل المي، لا يكون شوي مرتفع عن المي، يلوحه بس البخار مال المي، وتخلون خضروات وتقبقونه ويستوي. خلصنا. يحب يضيف ماجي، يحب يضيف هنا وي الخضروات صلصة حمراء، براحتكم. ولهنا نقول مع السلامة. مع السلامة.